طبعا مباراة ماهيش باش تبعد كثير على مباريات الترجي والزمالك. مباراة صعبة ننتظروا فيها، خاصة وأنه حسب رأينا الشخصي طبعا حسابيا لا، لكن ممكن مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة لنادي الزمالك إذا يحب معناها يتأهل للمباراة القادمة. احنا كترجي جاهزين حاضرين المباراة هذه. عندنا 14 مباراة فزنا فيها 12 تعادلنا في 2 في ال 14 مباراة الأخيرة. الفريق ماشي في نسق تصاعدي، نعرف أنه فريق الزمالك وقلت هذا قادر باش يسحب في أي وقت من الأوقات، قادر باش يلعب مباراة كبيرة، لكن احنا جاهزين لكل الاحتمالات، كل السيناريوهات اللي ممكن يلعب بهم مستر فيريرا، سواء يلعب بثلاثة في الخلف ولا أربعة معناها 3-4-2-1 ولا 4-2-3-1 ولا 4-3-3 بوجود روقة ودونكا وجعفر في وسط الملعب. يعني خاصة أنه شفنا في المباراة الأخيرة شلبي دخل وحرك معناها الهجوم كما يلزم في المباراة الأخيرة في الدوري المصري ضد بيراميدز. يعني احنا محاضرين طبعا عندهم مدافعين اثنين اللي باش يكونوا متواجدين غدوة على مستوى عالي جدا، باش نكونوا محاضرين كما يلزم. جينا لهنا معناها لاستاد الاسكندرية باش نحاولوا نرجعوا بالثلاث نقاط بدون أدنى شك ونكملوا السلسلة نتاعنا الإيجابية إن شاء الله بإذن الله.